كنت بتفرج على ماتش اليابان وهولندا في مجموعات كأس العالم 2026، بس لاحظت حاجة غريبة جدا. المنتخبين لابسين ألوان مش موجودة في أعلامهم خالص. يعني اليابان علمها أبيض وأحمر بس بتلعب باللون الأزرق، هولندا علمها أحمر وأبيض وأزرق بس بتلعب باللون البرتقالي. فقلت لنفسي إزاي؟ ليه المنتخبين لابسين ألوان مش في أعلامهم؟ فبدأت أدور، طلعت قصص مش هتصدق. فليه منتخب هولندا بيلعب بالبرتقالي رغم إن اللون ده مش موجود في علمه أصلا؟ وليه ألمانيا بتلعب بالأبيض مع إن علمها أسود وأحمر وأصفر؟ ففي الفيديو ده هنكتشف القصة الحقيقية وراء أغرب ألوان المنتخبات في كرة القدم، وإزاي التاريخ والعائلات الملكية والحروب خلت فرق كاملة تلعب بألوان مش موجودة في أعلام بلادها أصلا. وأول منتخب لازم نبدأ بيه هو هولندا، لأنه يمكن أغرب حالة في كرة القدم كلها. بص على علم هولندا أحمر وأبيض وأزرق، وبص على قميص المنتخب برتقالي بالكامل. طيب فين البرتقالي أصلا ولا جه منين؟ القصة ترجع لعائلة ملكية اسمها آل أورنج أو هاوس أوف أورنج. في القرن السادس عشر قاد الأمير ويليام أورنج الثورة الهولندية ضد الحكم الإسباني، وكان من أهم الشخصيات اللي ساعدت الهولنديين في رحلتهم نحو الاستقلال. عشان كده بقى اسم أورنج رمز وطني لهولندا. مع مرور الزمن اتحول اللون البرتقالي إلى لون الفخر والانتماء عند الهولنديين، لدرجة إنك لو حضرت مباراة لهولندا هتلاقي المدرجات كلها متغطية باللون البرتقالي، والجماهير بيسموا نفسهم المد البرتقالي. عشان كده رغم إن اللون البرتقالي مش موجود في العالم الهولندي، إلا إنه بقى اللون الأشهر لهولندا في العالم كله. أما المنتخب الثاني فهو منتخب اليابان. علم اليابان أحمر وأبيض بس، لكن قصة اليابان مختلفة تماما، لأن علم اليابان زي ما شفنا، بينما المنتخب بيلعب بالأزرق. والحقيقة إن مفيش سبب رسمي مؤكد لاختيار اللون، لكن أشهر رواية بترجع لسنة 1936 في دورة الألعاب الأولمبية في برلين. المنتخب الياباني وقتها عمل ريمونتادا تاريخية، واجه منتخب السويد في مباراة كانت تعتبر من أكبر مباريات اليابان وقتها. اليابانيين دخلوا المباراة بالقميص الأزرق وحققوا فوز تاريخي بنتيجة 3-2. الانتصار ده كان من أهم نتائج الكرة اليابانية في الفترة دي، وبدأ اللون الأزرق يرتبط في أذهان الجماهير بالنجاح والتوفيق. ومع مرور السنين استمرت اليابان في استخدام الأزرق لحد ما تحول من مجرد لون قميص إلى جزء من هوية المنتخب نفسه، لدرجة إن المنتخب الياباني النهاردة معروف في العالم كله بلقب الساموراي الأزرق. وعشان كده رغم إن اللون الأزرق مش موجود في العالم الياباني أصلا، إلا إنه بقى اللون الأشهر في تاريخ الكرة اليابانية. لكن لو هولندا اختارت لونها بسبب التاريخ واليابان بسبب التوفيق، فمعانا المنتخب الثالث وهو استراليا. اختار ألوانه لسبب أغرب بكتير، لأن علم استراليا مفهوش أي أخضر أو ذهبي، العالم أزرق وأبيض وأحمر متأثر بالعالم البريطاني. لكن منتخب استراليا بيلعب بالأخضر والذهبي، والسبب إن الحكومة الأسترالية اعتمدت اللونين دول كألوان وطنية رسمية للبلاد في القرن العشرين، واستوحت الألوان من زهرة وطنية اسمها الواتي للذهب، وهي زهرة صفراء بتنتشر في استراليا. ومع الوقت بدأت المنتخبات الرياضية الأسترالية كلها تقريبا تستخدم الأخضر والذهبي بدل ألوان العلم، لدرجة إنك النهاردة أول ما تشوف اللونين دول في أي بطولة تعرف فورا إن الفريق ده من أستراليا. لكن أستراليا مش آخر مفاجأة، لأن ألمانيا هي كمان بتلعب بلون مختلف عن علمها من أكتر من 100 سنة. بص على العلم الألماني أسود وأحمر وأصفر، لكن بص على القميص المنتخب الألماني أبيض. والسبب بيرجع لقبل توحيد ألمانيا الحديثة. في القرن ال19 كانت مملكة بروسيا هي أقوى دولة ألمانية، وهي اللي قادت عملية توحيد الولايات الألمانية في دولة واحدة. كانت ألوان بروسيا الرسمية هي الأبيض والأسود. ولما تأسس المنتخب الألماني سنة 1908 احتفظ بالألوان دي تكريما للجذور التاريخية للدولة الألمانية. ومع مرور السنين أصبح القميص الأبيض جزء من هوية المنتخب الألماني، وشهد أهم إنجازاته وألقابه. لكن ده ما منعش ظهور ألوان العلم الألماني مع الوقت، فبدأنا نشوف الأحمر والأسود والأصفر في تفاصيل القميص والتصميمات الحديثة سواء على السد أو على الأكمام. ومع ذلك فضل الأبيض هو اللون الأساسي والأشهر للمنتخب. في كمان منتخب نيوزيلندا. طبعا عارفين نيوزيلندا، يعني نيوزيلندا دي ما عندهمش شمس. يعني نيوزيلندا تلاقي كلهم في خدهم بيضة. المنتخب اللي مصر حققت على حسابه أول فوز في تاريخها في كأس العالم 26 أو في كأس العالم عموما. لكن الغريب إن علم نيوزيلندا أزرق وأحمر وأبيض، تقريبا نفس ألوان علم استراليا، أزرق وأحمر وأبيض. التشابه بين العالمين بيرجع لتاريخهم المشترك كمستعمرات للإمبراطورية البريطانية، بس بيتميزوا هنا النجوم حمراء وزرقاء. ما علينا نكمل. لكن الغريب المنتخب بيلعب بالأسود الكامل، ده الأساسي.
اما اللي بدأوا بيه قدام مصر فهو الابيض. والسبب بيرجع لاشهر رمز رياضي في تاريخ نيوزيلندا، وهو منتخب الرجبي الاسطوري المعروف باسم البلاكس او السود بالكامل. المنتخب ده حقق نجاحات ضخمة على مدار عقود، لدرجة ان اللون الاسود حول لرمز رياضي للبلد كلها. ومع الوقت بدأت منتخبات نيوزيلندا في رياضات مختلفة تستخدم اللون الاسود، ومن بينها منتخب كرة القدم. فبقى اللون الاسود هو الهوية الرياضية لنيوزيلندا، رغم انه مش اللون الاساسي في علمها. عشان كده اول ما تشوف منتخب نيوزيلندا بالقميص الاسود اعرف انك قدام واحد من اشهر الرموز الرياضية في تاريخ بلدهم. لكن الموضوع ده برضه مش بعيد عن مصر كمان، لان منتخب مصر نفسه ما كانش معروف بالاحمر طول تاريخه. في الحقيقة كان اللون الاخضر هو اللون الاساسي للفراعنة لعقود طويلة. السبب بيرجع لعلم المملكة المصرية زمان، كان عبارة عن خلفية خضراء في النص هلال و3 نجوم بيضاء. عشان كده ارتبط المنتخب المصري باللون الاخضر، واصبح زيه الرسمي لسنين طويلة، لدرجة ان مصر شاركت في اول كاس عالم في تاريخها سنة 34 بالقميص الاخضر. بعد سنين طويلة رغم تغيير العلم المصري واعتماد الاحمر كلون اساسي، فضل الاخضر حاضر في ذاكرة المصريين. وفي كاس العالم 90 في ايطاليا رجع القميص الاخضر للظهور كزي احتياطي في واحدة من اشهر نسخ المنتخب المصري. ومع مرور الوقت استقر المنتخب المصري على اللون الاحمر المستوحى من العلم الحالي، واصبح هو اللون الاكثر ارتباطا بالفراعنة. المنتخب اللي افتقدناه في كاس العالم 26 منتخب إيطاليا، فعلم إيطاليا أخضر وأبيض وأحمر، لكن المنتخب الإيطالي معروف في العالم كله باللون الأزرق، لدرجة إن لقب المنتخب نفسه هو الأتزوري، يعني الأزرق. طيب فين الأزرق في العالم؟ قصة ترجع للعائلة المالكة اللي حكمت إيطاليا بعد توحيدها في القرن ال19، وهي عائلة سافوي. كان اللون الأزرق هو اللون الرسمي للعائلة، فأصبح رمز للدولة الإيطالية الجديدة. ولما تأسس المنتخب الإيطالي بدأ يرتدي القميص الأزرق تكريما لعائلة السافوي. والغريب إن إيطاليا تحولت لجمهورية سنة 46 واختفت الملكية تماما، لكن القميص الأزرق ظل موجودا حتى اليوم، لدرجة إن معظم جماهير كرة القدم حول العالم بتربط إيطاليا باللون الأزرق أكتر من أي لون موجود في عالمها نفسه. عشان كده رغم ان الازرق مش موجود في العالم الايطالي اصلا، الا انه بقى جزء لا يتجزأ من هوية الكرة الايطالية. وبمناسبة المنتخبات اللي بتلبس الازرق، في منتخب عرب مشهور جدا باللون الازرق وهو منتخب الكويت. ولو بصينا على علم الكويت هنلاقي اخضر وابيض واحمر واسود، يعني مفيش اي لون ازرق. لكن منتخب الكويت اشتهر عبر تاريخه بالقميص الازرق، لدرجة ان لقبه اصبح ببساطة الازرق. وفي اكتر من رواية لتفسير اختيار اللون ده، اشهرها ان الازرق بيرمز للبيئة البحرية في الكويت والماء الخليجي العربي اللي ارتبط بيه تاريخ الكويتيين لقرون طويلة من خلال صيد الاسماك والغوص بحثا عن اللؤلؤ قبل اكتشاف النفط. وفي رواية تانية بتقول ان المنتخب الكويتي لعب مباراة في ودية في البحرين في اواخر الخمسينات، واضطر اللاعبين لتغيير القميص بسبب انه كان شبه الوان الفريق المنافس، فلبس الازرق مؤقتا. لكن اللون لقى قبول كبير واستمر مع المنتخب لحد النهارده، لحد ما اصبح جزء من هويته. ومع الانجازات التاريخيه للكويت خصوصا التتويج بكاس اسيا 80 والمشاركه في كاس عالم 82، اترسخ اللون الازرق تماما. وعشان كده رغم ان اللون الازرق مش موجود في العالم الكويتي، انه اصبح اللون الاشهر في تاريخ الكره الكويتيه. فاحيانا بيكون اللون جاي من عائله ملكيه او علم قديم او رمز وطني او حتى حدث تاريخي غير مسار المنتخب كامل. عشان كده في المره الجايه اللي تشوف فيها منتخب بيلعب بلون مش موجود في علمه، اكيد ورا اللون ده قصه اكبر بكتير من مجرد انه تيشيرت كوره. فلو وصلت لهنا فشكرا جدا ليك على المشاهده، ما تنساش تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناه وتشوف الفيديوهات السابقه، اكيد هتعجبك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.